بالنسبه لديك البنت قاصر اللي ساكنه في المحامد في مراكش، اللي كاع عندها با، اللي كاع عندها ابارتمون وزيد من 70 مليون. هو منين جابتها؟ انا غادي نقول لك منين جابتها باش كاع الاباء والامهات في المغرب كامل يردوا البال بناتهم قل من 20 سنه، راه اجي نقول لك عندهم العقل دابا ديال 62 سنه ولا 40 سنه. اسمع من بنتك الا كانت تطلب في التليفون وداخله خارجه كتجي عندها شي وحده قاف زاده تمشي هذيك مشيت انا اسمع نقول لك مزيان الله اقسم بالله الا كيمشيو عند وحده عندها شي 50 سنه ولا 40 سنه وكتبان صغيره طوموبيل كذا، كتخرج كتجيب السيكاو وكتجيب الدريه ديال الابارتمان، اذا دخلت شي براني كيسربوا عليها جي دوشي جي ديري جي كذا تلقى الراحه التامه. بنتك كتمشي مع صاحبتها، كتجي عندها شي صاحبتها ديما كتجي عند شي وحده لابارتمان كانوا كيباسيو ب 1000 درهم من الليله، والباترونه كتجي 500 وبنتك كتجي 500 ولا هذيك الباترونه كتخبي لها الزقه وكتلا السكن ديالها وكتولي بنتك مع المده كون ما شفتيهاش كون ما حصلهاش الله كون ما فتحهاش الله كنتي غتلقاها من دابا واحد 30 سنه غادي تلقى عندها النص في مراكش في سميتها. سير صاحبي قابل بنتك شوف واش تاتي مع بنت تخرج واش تمشي للمدرسه راه ولاو كيكملوا الحشيش ولا الشيشه الكتريك قال لهم هما مبلين علينا. سي دابا نزيدوا شي هضره اخرى ما باش نضركم في الهضره ردوا البال لبناتكم، وانا تنقولها لكم وتنعاودها لكم المراقبه من الوالدين والو او الوالدات ولدوا تبزلوا تلقوا واش نتوما ولا هما دايرين هذا الشيء. الله يدير شي تاول عايش على الملك وتعيش السلطات كيخدموا مني. شوف ردوا بال لبنتك راه كاينين بزاف ديال الامارات في مراكش كلهم فساد، كاينين فيهم ناس عائله ساكنه في الامارات وندموا لا شراو سكنوا في الامارات، ولكن الغالب الله بنادم داخل كله بلاكته ولا ضروري هو كاينين بنات كاع ما تيخرجوا من البارتمات خدامين بالتليفون. ونزيدك واحد المعلومه، دخل افري بابا كاين واحد الموقع هو فين غادي تلقى بنات كاع اي واحد كاين في مراكش تيفسد كاينين في هذا الموقع افري بابا. كتدخل ليه كتكتب في الريشيش النمره ديال بنتك تطلع لك حيت ديجا هما حاطين النمر ديالهم والبارتمان اللي كاينه فيها، وكتجي كتنعس معاك انت عادي كتقول لها كنت خدامه يا راه دوزت يا راه صوره شي 8000 درهم ولا 10000 درهم عاد كتجي كتنعس معاك انت وعندها 400 الف تجي والفلوس كتسد عليهم في البارتمان. وبزاف هذا الشيء هذا راه واقعي، الا بغيتي تناقش معايا بارطاجي واحد الفيديو فرقوا ونهضروا على الواقع. وبالنسبه للشرطه تما واجب عليهم خصهم يديروا واحد المراقبه ديال دوك العمارات، خصهم يمشيو يديروا شي حمله شي قرار جديد يمشيو يشوفوا شكون اللي ساكن تما، اللي ساكن بوحدو عرفوا غادي يدخل تيخرج لا رجال ولا عوازه ولا بنات. تلقى شي بنت اللي ساكنه بوحدها عارفه كتدخل ب 2000 درهم من الليله. المهم نديروا شي حمله كيفاش شكون اللي ساكن في دوك العمارات حيت كاينين الناس كيتشكاو، ولكن دابا راه لا اله الا الله مشكله هادي.